بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنفنا النهاردة جميل جدا، يا رب يعجبكم. راح أعمل السمك المقلي بطريقة جميلة جدا، بتتبيلة جميلة جدا، تتبيلة المطاعم يا جماعة. جبت ما احنا في بلد السمك، وبلد أكتر حاجة أكلاتها أسماك. هقول لك على تتبيلة جميلة جدا للسمك المقلي. تعالوا نسمو بسم الله ونشوفوا البهارات بتاعتنا. معايا ليمونة، معلقة كبيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معايا معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة من بهارات السمك. بهارات السمك يا جماعة أهم حاجة، بتخلي طعم السمك جميل جدا. ومعايا توم، فصوص توم، ومعايا معلقة هريسة. ولو مش متوفر عندك الهريسة ممكن تحطي قرنين من الشطة، بيبقى طعمه جميل جدا. ومعلقة صغيرة من البابريكا بتخلي طعمه جميل جدا كمان يا جماعة. طبعا أنا غسلة السمك بتاعي غسلة جميلة، أنا غسلته قبل كده في القناة معاكم وكنت بغسلاه غسلة جميلة جدا. أنا خدت التوم وفرمته حلو بمعلقتين الهريسة، أحط على كده الليمونة، وبعد كده أحط معلقتين من الخل. أتمنى إن اللي وصلت معايا لغاية كده إنها تحط لي لايك واشتراك عشان قناتي هابطة خالص. بعد ما حطينا الليمون أجيب معلقتين خل وأحطهم، أجيب البهارات الجميلة وأحطها. التتبيلة دي جميلة جدا لو كان سمك صغير ولا كبير. زي ما انتوا شايفين أقلب كل حاجة مع بعضها، وأجيب السمك على طول وأتبله. التبلي السمك تتبيلة جميلة كده زي ما انتوا شايفين، من بره ومن جوه كده، والفتحات المفتوحة في الظهر تحط فيها التتبيلة. التتبيلة الجميلة دي اللي أنا عملتها تنفع في كل الأسماك. السمك بتاعك الشبار صغير كبير براحتك انت في المقاس. ريحتها جميلة جدا، وكل البهارات بتاعتنا في البيت. وزي ما انت شايفة كده تبلي السمك بتاعي كله، وتبلت السمك بتاعي كله ما شاء الله. والتتبيلة الباقية رحت حطيتها فوق السمك كده وأقلبه تقليبة جميلة. وبعد ما أقلب السمك عشان يشرب من التتبيلة، نروح مغطياه واسيبه مدة نص ساعة يشرب من التتبيلة بتاعته. بعد ما سيبنا السمك بتاعنا ساعة ونص ساعة حسب الوقت اللي معاكي، كل ما تقعدي السمك في التتبيلة ويشرب في التتبيلة بتاعته كل ما يبقى أحلى. وأنا محضرة دقيق، أي نوع دقيق عندي، واجيب السمكة واغلفها نفس الطريقة دي واغطيها حلو واملاها دقيق للآخر. زي ما انتوا شايفين طريقتها سهلة خالص، طريقة السمك المقلي جميلة جدا وسهلة. لو حابة انت السمك بتاعك مقرمش والجلدة بتاعته مقرمشة قوي كده، ممكن تحط له معلقة من النشا في الدقيق، وتحطي معلقة صغيرة حسب يعني كمية الدقيق اللي معاكي من النشا، راح تخلي معاكي السمكة مقرمشة كده من بره. طبعا انا اخده على طول على كده على المقلاية. انا مسخنة الزيت، حاطة الطاسة ومسخنة الزيت تسخينة جميلة. لازم قبل ما تحط السمك تسخني الزيت عشان السمك ما يشبكش في الصينية. انا راح اجيب سمكة تاني واحطها في الطاسة، بس اوسع شوية بالشوكة. وخلاص على كده اول جنب استوى اقلبه على الجنب التاني. ريحة السمك جميلة جدا. اهم حاجة في السمك المقلي في الشبار النظافة، والتتبيلة تبقى جميلة، هتاكلي احلى سمك. يستوى معانا وبعد كده طلعه على طول. والسمك معنا استوى ما شاء الله عليه، جميل جدا يا جماعة، لونه ذهبي كده وجميل ما شاء الله. انا طبعا معايا طبق وحاطه فيه ورق زبده او اي ورقه عندك يكون بيضه، وتطلعي السمك بتاعك عليها على طول. زي ما انتم شايفين تخلي الراس من تحت والدين من فوق، عشان لو كان في زيت ولا شارب زيت ولا حاجه ان الزيت بتاعه ينزل على طول مني. تمسكيه كده وتميليه، توقفيه، وتطلعي السمك بتاعك. اقلي كل السمك نفس الطريقه الجميله دي باذن الله واخلصه عشان اطولش الفيديو عليكم. وخلاص على كده قليت السمك كله جميل جدا. التتبيله مخليه ريحه السمك جميل جدا بجد يا جماعه.
قبل كده أنا كنت منزّلة لكم نضافة السمك، حبيت المرّة دي أنزّل لكم التتبيلة بتاعة السمك والقلي. القلي جميل جدًا، امشي على خطواتي وأنتِ راح تعملي أحلى تتبيلة وأحلى قلي سمك. عايزة تحمّريه، عايزة تخلّيه أصفر، براحتك أنتِ. طريقة سهلة خالص وبسيطة، وامشي على التتبيلة بتاعتي هتعجبِك، وبطريقة المطاعم ما شاء الله عليها، ريحته جميل جدًا السمك، بألف هنا وشفا على اللي بياكل منه. ويا رب يكون عجبكم طريقة السمك المقلي وعجبتكم التتبيلة. ولو أول مرة تشوفي قناتي فضلا ليس أمرا، حط لي لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.